ازيكم عاملين ايه؟ النهارده صحينا على خبر بيقول ان في درجتين هيتضافوا لكل طالب في ثانويه عامه علشان امتحان الفيزياء والسؤال بتاع امتحان الفيزياء اللي هو السؤال اللي كان فيه اختيارين للاجابه. بص بقى، مبدئيا دي حاجه غريبه جدا واول مره تحصل في ثانويه عامه. ما ينفعش بعد ما النتيجه تطلع تحجب النتيجه او تشيل النتيجه وبعدين تعيد النتيجة دي مرة تانية وقائمة الأوائل تتعاد مرة تانية وبعدين تنزل تاني للطلاب. ففي ناس فتحت موقع التنسيق علشان يعملوا رغباتهم في التنسيق، لقوا إن في درجتين زيادة بتوع مادة الفيزياء. هو ده السؤال اللي كان فيه إجابتين اللي كان فيه ضجة. أول مرة تحصل دي يا جماعة، أول مرة تحصل. الموضوع فوضوي جدا، الموضوع عبثي جدا جدا لاقصى حد. طب ما كان المفروض النتيجه تتاخر بعد ما اللجنه اللي كانت بتحقق في موضوع السؤال ده تطلع التحقيق بتاعها او الناتج بتاعها او قراراتها اللي هيحصل وايه المفروض يحصل، بعدين ننزل النتيجه. بعد ما قريت الاخبار والكلام ده كله والتلفزيون، قال لك بمعنى اصح النهارده هي نتيجه ثانويه عامه، النهارده هي نتيجه الاوائل، النهارده بنعرض كل حاجه. معنى اللي فات ده كان كله اي كلام. طيب يا محمد، ايه اللي كان المفروض يحصل بالمنطق كده؟ دلوقتي حاجه من اتنين، يعني اي واحده فيهم، ان خلاص النتيجه طلعت وكل الناس عرفت درجاتها وكل الناس خلاص كانت رايحه اصلا موقع التنسيق عشان يحطوا رغباتهم وخلاص الموضوع انتهى. الثانويه طلعت النتيجه بتاعتها، في ناس ممكن تعمل تظلم، في ناس حاسه ان هي اتظلمت، ايا كان خلاص الدنيا خلصت والنتيجه طلعت. الحل الثاني هو ان يعاد تصحيح امتحان الفيزياء من اول تاني. كان المفروض ان هم يجيبوا كل المدرسين بتوع الفيزياء ويلا يا جماعه اقعدوا صححوا الامتحان تاني من الاول وهنتصرف في الدرجات بتاعه الاسئله دي، لان في 5 اسئله تقريبا غلط في الامتحان. 3 اسئله ليهم اختيارين وسؤالين متصححين غلط او اجاباتهم غلط في التصحيح الالكتروني. فده المفروض ما ينفعش يا جماعه، دي ثانويه عامه، دي ثانويه عامه مش اي سنه. انت الدرجتين دول بتظلم بيهم طالب والدرجتين دول بتديهم لطالب تاني. بمعنى اصح الطالب اللي عامل ب او ج هو خلاص خد الدرجه. طب اللي عامل الف او د، طب ما انت برضو في وسط اللجنه غلطتني، انت اللي غلطتني. لما انا كطالب الاقي ب وج الاثنين صح، انا هبعد عنهم الاثنين وهختار حاجه من التانيين بالعشوائيه كده، ايا كان الف بقى د مش هتفرق، بس انت لخبطتني ارتباك جوه اللجنه فما ينفعش. فالمفروض اللي كان يحصل ان يعاد تصحيح ماده الفيزياء تاني. الموضوع ده كله مع الوزاره مش هياخد له 4 ايام بالكتير خالص، وبعدين ينزل الدرجه بتاعتها تاني علشان الطلبه تبدا تروح تعمل رغباتها ويعملوا تسجيل الرغبات وتشوف التنسيق هيبقى من كام. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ ان المفروض انت كطالب هتروح تستلم استماره بتاعه النتيجه تاني اللي هي فيها الدرجات بتاعتك بقى والرقم السري وكل ده من المدرسه تاني، لان هي لازم تتعامل من الوزاره بطريقه معينه علشان هي بتكون مؤمنه بالكامل، ما ينفعش تكون مزوره او ما ينفعش المدرسه هي اللي تطبعها. فكل ده هيطبع تاني لكل طلاب ثانويه عامه وهيأخر العمليه دي حبة حلوين، فهتقعد فترة على ما تاخد النتيجة او الاستمارة دي تاني عشان بعد كده تروح تقدم في الكليات. وهتاخد الموضوع ده كله بأخطائه اللي هي المفروض ما كانش المفروض تحصل، ما كانش المفروض حاجة زي دي تحصل، ما كانش المفروض الوزير يتخذ القرار ده دلوقتي. خلاص كان يا اما نأخر نتيجة ثانوية عامة يا اما كنا نسيبها زي ما هي. طيب دلوقتي القرار بتاعهم ايه؟ القرار بتاعهم ان ب وج الاثنين صح. طيب انا كواحد اخترت الف او د، يعني هقول لك حاجة، الاجابة الصحيحة ج، واللي اختار ب المفروض انت كنت مصححها له مديله درجتين صح، قال لك انا مش هاخد الدرجتين دول من الطلاب. طب واللي عامل ج هديله الدرجه زي اللي عامل ب بالظبط. طيب اللي عامل الف او د، الناس دي ممكن تروح ترفع قضايا، تبقى كم قضايا بالهبل على وزاره التربيه والتعليم علشان طب اشمعنى انا؟ طب ما اللي عامل ب ده غلط برضه، انت اديت له الدرجه مش عايز تسحبها منه ليه؟ ما ده حقي ان انا اتساوى بالناس اللي حواليا اللي عاملين غلط هما كمان. فالمفروض من وجهه نظري المتواضعه جدا ان القرار صحيح ان هو يتم تصحيح ماده الفيزياء من تاني علشان ما نظلمش اي طالب من الطلاب، وبس كده الموضوع يبقى اتحل لو حصل كده. يعني لو عايز تعرف بقى اذا كان الدرجتين دول اتضافوا لك ولا لا، فانت المفروض خدت استماره من المدرسه اللي انت هتاخدها تاني علشان فيها درجات متغيره. الاستماره دي بيبقى فيه تحت كده خالص رقم سري، هتخش على موقع التنسيق وتخش على تنسيق المرحله الاولى وتشوف اذا كان الدرجتين دول اتضافوا لك ولا لا، لان هو بيجيب لك مجموعك الكلي كام بعد ما بتحط البيانات بتاعتك. بس كده، استنوا الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عن حاجات تانية كتير. يلا سلام.